السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو جبت لكم طريقة صنع العجينة المورقة بواحد الطريقة سهلة. من 500 جرام وكيلو فرينة راح تتحصلي على 2 كيلو أو أكثر من العجينة. تاخدموها مباشرة تستعملوها أو تحتفظوا بها في المجمد أو تديروها كمشروع مربح. شاهدوا الفيديو للأخير، نتمنى منكم الاشتراك وجام وتبارتاجيوا الفيديو مع الأصدقاء. نشوفوا الطريقة ونقولوا بسم الله. أول حاجة راح نبدأ بها هي الفرينة. نهويها باش تجيني خفيفة العجينة ونوزن كيلو، لأنه كنت شريت صاكة فيها 5 كيلو. استعملوا نوعية مليحة اللي نخدموا بها الحلويات كيما سيم وماما، وكاين نوعيات كثيرة، لأنه إذا خدمتوا بفرينة عادية راح تعبكم في الخدمة. وزنت هنايا كيلو، ضفت مقرف ملح وضفت مقرف سكر. الملح باش نبنوا به العجينة، والسكر تمدنا الإحمرار بعد ما نطيبوها. نزيد عليهم 2 مقارف خل، ومن الأحسن يكون اللون أبيض. أنا ما كانش عندي متوفر، والخل أكيد راح يساعدها باش نقدر نحتفظوا بها أطول مدة. كي تحطوها في الثلاجة راح تشد لكم من 4 أيام حتى أسبوع، وفي المجمد راح تشد معاكم 6 أشهر. زدت حطيت 10 مقارف زيت باش تمدنا القرمشة، ورايحة نح تقريبا 1 سنتيمتر من المارغرين رايحة نضيفها للعجينة ونصابلوا بها العجينة. نخدم الفرينة مع المكونات الأخرى مع الزيت ونحكها مليح، ونزيد ونخدموا قطعة المارغرين ونبسوا بيها الفرينة، وحاولوا تمروها وتحكوها على كامل الفرينة، وخدموها براحة اليد راح تساعدكم خير وتتفادوا باش تتكون معاكم هذيك التكتلات. ونروحوا نجمعوها بالماء، والشرط الأساسي لازم يكون الماء بارد. حاولوا تحطوه في المجمد باش يبرد معاكم، لأنه هذا هو سر نجاح العجينة. أنا درت الكاس الأول ورايحة نضيف الكاس الثاني ونكمله ونزيد شوي، قيس 3 مقارف، لأنه عارفة أن العجينة تاعي وشحال ترفد من الماء. انتم كي تبداو تضيفوا في الماء حوالي ديروا كاس ونص، والنص الأخير ديروه بالتدريج، لأنه كل نوعية تاع فرينة كيفاش تشرب الماء. حين تتحصلوا على عجينة متماسكة وتكون مايلة أنها شوية يابسة أكثر من طراوة، لأنه إذا درتوها طرية مش راح تساعدكم، لأنه إذا حليتوا العجينة وهي طرية العجينة راح تمشي والمارغرين تبقى في بلاصتها ما تتحللكمش. أنا كنت دلكت العجينة ميز دقيقتين باش تنسجم في بعضها، ونغلفها ونحطها ترتاح على جهة في الوقت اللي نروح نخدم فيه المارغرين. هنا عندي مارغرين التوريق صالحة والباريسية، لأني شريتها معدم المحل اللي نخدم له في العجينة، وفي الحقيقة هما في 2 نوعية مليحة. اخترت نخدم لكم بمارغرين صالحة. قسمتهم إلى مربعات وبديت نعجن فيها كالعجينة، راح تجيكم سهلة حتى أنه ما تلصقش في اليد. نزيد لها 2 مقارف مايزينة، لأنه المايزينة راح تخليها متماسكة، وكي تجي تحلوها في العجينة مش راح تتقطع معاكم، وهذا سر آخر لنجاح العجينة. بعد ما نخدمها وندخل المايزينة في المارغرين، نحل على هذاك الكاغط تاع المارغرين ونوزعها مليح، ونزيد نقطيها من الفوق ونحلها بالحلال باش تجيني مستوية متوزعة كامل كيف كيف. ساعدتني هذه الطريقة خير من نروح نكرفشها. بعد ما كملتها نروح نشوفوا العجينة اللي كانت ريحت مدة 5 دقائق، يعني الوقت اللي خدمت فيه المارغرين فقط. نرشوا طاولة العمل بالفرينة ونحلوا العجينة شوية على شكل مستطيل، ونجيبوا المارغرين ونحطوها على العجينة من جهة، نديروها قيسة باش نقلفوا بها كامل هذيك المارغرين، ونجيبوا الجزء الثاني من العجينة نحطوها نغطوا بها المارغرين، نحاولوا نقطوها كامل ونقلقوها مليح، نقلقوها على كامل جوانب العجينة باش كي نحلوها ما تخرج لناش المارغرين. ونجو نحلو العجينة، نحطوها طوليا ونحكموا الحلال تاعنا من منتصف العجينة ونهبطوا، ونزيدوا بنفس الطريقة من المنتصف ونطلعوا الفوق، ونزيدوا بنفس الطريقة من جهة العرض. هنا رانا نقسموا في المارغرين على كامل العجينة، ومن بعد مشوها بالحلال لكامل الأطراف. حلوها يا البنات على طول تقريبا 1 متر. أنا كنت نسقم فيها بالمسطرة باش ما تجينيش معوجة وتجي خدمتها متحوفة. هنا كنت طبقت العجينة باش تشوفوها قديش راني تحصلت عليها، ورحت طويتها على 2 باش نحدد المنتصف، ونبدأ نطوي فيها. أول حاجة نديرها نطويها من جهة، وبنفس الطريقة نطويها من الجهة الأخرى كما راكم تشوفوا في الطريقة، ونزيد نطوها من الجهة الأولى
وبنفس الطريقة الثانية نزيدو نطووها من الجهة الثانية ويتلاقاو في المنتصف. لازم نخلي فراغ في الوسط لأنه رايحة نزيد نطويها العجينة. نسقموها ونحطوها بالطول. وهنا البنات إذا احتجتوا للفرينة ديروا شوية متكثروش. ونحل العجينة بنفس الطريقة، نبدأ من المنتصف ونحلوها للأسفل ونزيدوا نرجعوا للمنتصف ونحلوها في الجهة الأخرى. وكل ما تحلوا شوية اقلبوها لأنه العجينة راح تتزير معاكم وتجيكم يابسة. بصح ما راح نحلوها بنفس الحجم تاع المرة الأولى. المهم كي تحلوها حلوها بنفس العلو، حلوها بالطول وزيدوا حلوها بالعرض. ونروحوا نطووها طية سامبل، ديروا وحدة فوق وحدة، حاولوا ديروهم متساويين وقلبوها وحلوها شوي بالحلال باش برك يجينا سطح أملس. ما تبالغوش وانتم تحلوا فيها. كي تكونوا رايحين تقسموها استعملوا موس طويل هكذا باش ما يجيش لي طراز تاع الموس في العجينة. شوفوا هنايا العجينة اللي تحصلت عليها كيفاش تجي طبقات تاعها باينين، تعرفوا باللي راها العجينة انها ناجحة معاكم. انا رايحة نعاود نرجع النصف هذا اللي قسمته ونزيد نقسمها على نصف واحد اخر. رايحة نتحصل على 4 قطع، كل قطعة فيها 500 جرام وشوية، لأنه كنت وزنت العجينة قبل ما نقسمها لقيتها 2 كيلو 200 جرام، يعني الميزان راح يكون بزيادة. يعني كانت هذه طلبية تاع محل هو اللي طلب مني أنني ندير له كل رطل وحده. شوفوا في الأخير كيفاش راح تتحصلوا عليها، راح تجي مورقة ما شاء الله. جربوها يا البنات، هذه الطريقة راها ناجحة 100% إن شاء الله. نتمنى أنكم استفدتم من الفيديو خصوصا النصائح، لأنه الطريقة كل واحد وطريقته. نقولكم سلام في فيديو جديد.